هتروح مني. مش هتروح دلوقتي. مش هتروح في اوكرانيا ما طبعا بتروحش. خلاص. ايوه. طب دخلت بقى في الشخصيات الجد بعديها، او دخلنا في مرحله جد يعني. احنا كنا سيبنا فجاه طبعا في فيلم جاي في السريع. ما هي ده اللي عمل الخضه. ربنا قلب معايا الصفحه. الخضه بقى جاي في السريع ده، جالي في الريسبشن المستشفى وفاة امي. 2005 دخلته 28/12/2004. ماما توفت 2/11/2004. فخليت سمير اخويا، كان سمير اخويا عايش في ابو ظبي، يجي يزورنا في المستشفى وكان حاسس يعني. قلت له اقرا الفيلم ده وقول لي رايك. قال لي الفيلم حلو قوي، هيمس ناس كتير في البيت، موجود في كل بيت الحدوته دي. بس هو كان يعني قله خبرات، يعني انتاج اول مره وكده. انا اتضايقت منه شويه، لكن استاذه اسعاد يونس قالت لي الفيلم ده هيعيش في البيوت. هيعيش فعلا صح. وبيجي دلوقتي تتفرج عليه فيلم حلو الحمد لله. والحدوته كانت جديده وسابقه. فكره الجوازات يعني حلوه. وعدى على خير واتحب. بس هي اياميها اصله كمان كان قاسي شويه، الظروف قاسيه عليه في السينما. كان مع اياميها غاوي حب نازل لسه، محمد فؤاد ورامز جلال، وفيلم ضخم، فيلم حلو، تجاري وحلو صح. يعني واغاني ودنيا وكوميديا وحاجه عظمه يعني. ومتكلف اكتر طبعا، فحاجه انتاجيه بقى ما اعرفهاش يعني. انما جه بعدها على طول مجدي الهواري عرض عليا فيلم العيال هربت. انا بقى ايه، جات لي عقده بقى من موضوع ان على ابو البطوله على مش بطوله طبعا. مش فارق معايا حاجه، انا عايز امثل حلو وخلاص، عايز اعمل ادوار بحبها وخلاص. اضحك، كوميدي لايت يعني. انا الدور الحلو بس كده. واشتغلت باستمتاع وبتاع لحد ما لقيت احمد السبكي، الاستاذ احمد السبكي، وعمري اشتغلت معاه ولا اعرفه يعني. ده احمد السبكي بيعرض عليا فيلم كباريه. قلت كباريه ومع احمد السبكي، انا ماليش في الحته دي وبتاع. فرحت له احتراما ليه، رحت له قلت له انا اسف يا عم احمد معلش. قال لي يا عم اوصل لاخر الشارع واقعد مع احمد عبد الله، اقرا، عجبك ما عجبكش يبقى امشي. قلت له حاضر. رحت مكتب احمد عبد الله اقرا كباريه. نهار اسود. قلت له يا احمد عبد الله ده ايه ده؟ قال لي مش كنا بننتع زمان والجامعه والتمثيل والبتاع، يلا. قلت له يلا. ايه ده؟ خميس ده اللي قاعد واقف على باب الحمام وبتاع، شخصيه ده بقى وتمثيل